أطفالك مش هيحترموكي طول ما شايفينك أم ضعيفة بتقعد تزعق وتصرخ على الفاضي والمليان. لازم تبقي أم قادرة، لأن الأطفال بتحترم الأم القادرة. وفي الفيديو ده هقولك على 8 خطوات لو مشيتي عليهم شخصيتك هتتحول مع أطفالك وهيحترموكي من تاني. وكل الخطوات ال8 دول مرتبطين ببعض، فأرجوكي شوفي الفيديو ده للآخر. في الأول كده لو مهتمين بصحة أطفالكم اعملوا متابعة أو اشتراك هنا. الخطوة الأولى عايزك تهدي صوتك بس خليكي حازمة. يعني ببساطة عايزك ما تزعقيش وقولي الكلام بصوت هادي، وبصي في عين طفلك وانزلي لمستواه. والله لما تقولي الجملة مرة واحدة أفضل بكتير من إنك تقعدي تكرريها كتير. الأم اللي كلامها قليل وواضح بيتعمل لها 100 حساب. الخطوة التانية حطي قوانين ثابتة في البيت وامشي عليها. هو انتوا ما تعرفوش إن الأطفال بيحترموا الأم اللي عندها نظام؟ كل اللي عايزه منك شوية قواعد كده بسيطة نمشي عليها في البيت. يعني كمثال مفيش تليفون بعد الساعة 8 مساء. تمشي على القاعدة دي وتطبقيها مهما حصل، حتى لو كنت في يوم تعبانة أو حتى لو أطفالك زنوا كتير. مادام قلنا مفيش يبقى مفيش. الخطوة الثالثة بدل الزعيق استخدمي أسلوب النتيجة. يعني بكل بساطة لو طفلك ده ما عملش اللي عليه ففي نتيجة طبيعية لده. كمثال مثلا اتفقتي مع طفلك إن هو يلم ألعابه، طفلك ما عملش كده، فالنتيجة الطبيعية لده إن هو هيتحرم من ألعابه يوم كامل. الخطوة الرابعة احترمي طفلك عشان يحترمك. عايزك كده تسمعي لطفلك حتى لو مش موافقاه على اللي هو بيقوله، وعايزك تكبريه قدام الناس وتحترميه، ما تقلليش منه أبدا قدام حد. وعايزك كمان لو غلطتي اعتذري، مفيش أي مشكلة. كل ما هتتعاملي مع طفلك بالطريقة دي كل ما هيحترمك أكتر. الخطوة الخامسة اهتمي بنفسك يا مامي. هو انت ما تعرفيش انك كل ما هتبقي مرهقة وتعبانة كل ما هتتعصبي اكتر وبسهولة شديدة؟ فلازم تاخدي لنفسك وقت في اليوم ترتاحي فيه. كل ما ارتحتي كويس كل ما انفعالاتك هتبقى اهدى مع اطفالك. الخطوة السادسة حاولي تتحكمي في انفعالك قبل ما تردي. ومعلش استحمليني في الكلمتين دول، بس عايزك كده لو حسيتي نفسك متعصبة وهتزعقي في طفلك عايزك كده تسكتي 10 ثواني بس وتاخدي نفس عميق وتمشي من الأوضة دقيقة تفكري كده وترجعي تردي على طفلك بهدوء وثبات. الرد الهادي تأثيره على الطفل أقوى بكتير من الرد اللي صوته عالي. الخطوة السابعة خلي بينك وبين طفلك وقت خاص كده، وده لأن كل طفل محتاج كده يحس إنه مهم عند مامته. عارفة كده لو اديتي طفلك 15 ولا 20 دقيقة يوميا تتكلمي بس معاه، تسمعي منه وتردي عليه، هو كده حس انه مهم. وكتير من العناد للأسف بيكون بسبب قلة الاهتمام وان الطفل بيحاول يلفت نظرك ليه. الخطوة الثامنة يا ريت ما تستخدميش الأوامر طول الوقت. عايزك كده يا مامي تبقي ذكية وانت بتطلبي من طفلك. يعني مثلا بدل ما تقولي لطفلك قوم ذاكر قوليله تذاكر قبل الأكل ولا بعده. انت هنا لسه مسيطرة، بس انت بتديله احساس ان هو اللي بيختار وان هو اللي مسيطر، فبالتالي بيعمل لك الحاجة اللي انت عايزاها ولكن هو مرضي. وبس كده. اتمنى تكونوا استفدتوا. حاولت اختصر الفيديو على قد ما اقدر. اتمنى تبعتوه لكل اب وام. سلام.